الدولفين اللي في الصورة دي قرر ان هو ينهي حياته بسبب البنت اللي معاه في الصورة. مارجريت كانت مسؤولة ان هي تدرب مجموعة من الدلافين ان هم يتكلموا، وطبعا يتكلموا دي بمعنى ان هم يعرفوا يقولوا كام كلمة. واحد من الدلافين دي بقى كان بيتر كان بيحبها جدا وكان بيستجيب معاها بسرعة. بحكم التجربة مارجريت كانت بتقضي معظم وقتها مع الدلافين وكانت معاهم كل يوم، وده بقى اللي ساعد ان بيتر يحبها قوي لدرجة انه لما يشوفها مشغولة عنه او حتى بتتكلم مع حد تاني يحاول يلفت نظرها باي طريقة ويعمل صوت ودوشة عالية جدا. ولما كانت بتروح تنام فهو بقى كان يروح ينام عند اخر حمام السباحة في الناحية اللي فيها سريرها. هو كان حرفيا مهووس بيها. بعد شوية بقى ناسا بتقرر وقف تمويل التجربة دي، فاللي بيحصل ان الدلافين كلها بتتنقل مكان تاني. بيتر بقى فضل عايش لمدة اسبوع حزين ومش متقبل ان هو ما بقاش بيشوف مارجريت، وما كانش بيستجيب لحد خالص في المكان الجديد، لحد ما في الاخر قرر ان هو يتكل على الله. طيب ازاي؟ الدلافين بتحتاج ان هي تاخد نفس بره